شكرا للزملاء الأعزاء الكابتن سعود غانم والكابتن خالد سلمان والكابتن وسام رزق. استوديو تحليلي تقديم لمباراة دولية يخوضها المنتخب القطري في مرحلة من مراحل الاستعداد لما هو أهم وقادم. المشاركات لم تعد محلية، لم تعد على مستوى القارة، بل لما هو أبعد من ذلك. قطر التي شاركت في كوبا أمريكا وتستعد إن شاء الله لمشاركة قادمة أيضا. بطل التي تستعد للمشاركة في بطولة الكونكاكاف أيضا كثاني فريق أسيوي وأول فريق بالشرق الأوسط يشارك في هذه البطولة الكبيرة التي ستقام إن شاء الله في شهر 7 من العام القادم. مشاهدينا الكرام، المنتخب القطري بطل آسيا في نسختها الأخيرة في الإمارات يواجه المنتخب الغاني البلاك ستارز أو النجوم السوداء كما يطلق على هذا الفريق، أبطال القارة الأفريقية 4 مرات وصيفا لها 5 مرات. منتخب غانا الذي شارك في كأس العالم 3 اللعب بدون أهداف. تياتانيك سبورت أرينا، ملعب يستضيف أحداث اللقاء بمدينة أنطال. موجود بيدرو مع خوخي مع طارق سلمان. مصعب خضر هو بيلعب النهارده في نص الملعب ناحيه اليمين او بش في الاوراق واحده ان شاء الله. المعز في الخط الامامي، واكرم عفيف افضل لاعب في اسيا جوردان ايو واندري ايو ابناء النجم الغاني الكبير عبيدي بيليه. صناع انجاز كبير كان حاضر في كاس اسيا 2019. انطلاقه من البدايه، سهوله انسيابيه، ثقه كبيره بيأدي بيها ابطال اسيا. عبد الكريم حسن احسن لاعب في اسيا، والعرضيه واول اهداف اللقاء. الله 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 الله, الله. القائم لبس اللون 11 بس. شوف القائم لبس اللون الاصفر عمل ازاي بعد جمله تكتيكيه، ويحرم المعز من اول اهداف اللقاء في اجمل جمله في المباراه. عرضيه 7 انديه منهم 10 لاعبين خارج غانا، 10 لاعبين محترفين في اوروبا. اللي امامكم عنده 29 سنه بيلعب في كريستال بالاس. ايو اندري ايو، عندنا اندري ايو جوردان ايو. وادي العرضيه تاني، برافو عبد الكريم حسن، مشط الرجل بس. ادي الانطلاقه تاني على طول 1 على 1. شوف المهاره الجميله، مش موجود ادسو نجم بالثالث والرابع وتقول خلاص شكرا. لا، هي دي التحديات. الله على اللعب على المساحات. اكرم عفيف عدى ومر ويصوب. فال الاتحاد الدولي بالمئويه. كان عبيدي بيليه واحد من هؤلاء. جميل على طول الى ايو. اندري ايو يقف على كورته كويس، لعيب موهوب، احذروه راقبوه. لا 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 لا. عنده سكيمه في خط الظهر. هو خوخي، بص هو اللي بيدير، هو صاحب القرار، يلعب الكره الطويله ولا القصيره. وادي بيدرو والباص الامامي. لو عد اتكلم عن فنار بخشه، اسماء عظيمه وكبيره. يا سلام يا اكرم، يا سلام يا اكرم، يا ولد يا ولد ولد ولد. ولكن عاليه شويه شراسه مش شويه عنف. في فرق بين العنف وفرق بين الشراسه. خد راحته قوي، كويس انها اقصى اليسار على طول الى فوسو طارق. العرضيه من جديد، ضربه الراس في الوقت المناسب. تدخله كان ليه حاضر في نادي اوبن البلجيكي المملوك لاكاديميه اسباير، اكاديميه التفوق الرياضي. بهجومي يعني. خالد منير ايضا موجود بره كبديل. مصعب خضر بالضغط عليه الى الخلف. اماميه تاني من جديد، فرصه هتاخد تحضير تصويب، ولكن تصدي مهمه جدا في الملعب من الفريقين، والمهاره الحلوه موجوده. ادي استلام تاني وتحضير. جوردان ايو جوردان ايو جوردان ايو حافظ عليها وبالعرض. واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. نعم 1-0 المنتخب الغاني. ادي الهجوم السريع. بص قطعوها، بص هنا الريتم السريع. بص 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 اهي، بص السرعه، بص السرعه، بص الاثنين اللي دخلوا منطقه الجزاء ثم على طول في المرمى والشباك مقطوعه ليكون اعلان عن اول اهداف اللقاء. الله، رجع تاني على طول برجله الشمال، محاوله مرور بشكل كويس. يا ولد يا ولد يا ولد، عفريت 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 من عفاريت الكوره بعرض الملعب تاني. بقول لكم برازيل افريقيا. تصويبه تاني لكن الى ضربه المرمى. جودوين مانسا، جودوين هتاخد تحضير تاني، قد يصوب قد يصوب ولكن عاليه الى ضربه المرمى. توماس بارتي لاعب ارسنال الانجليزي. ادي الباص الامامي على طول، لكن يطلع سعد الدوسري. ادي عبد الكريم حسن حافظ على كورته، راحت على يمينه اكيد مش زي شماله، عشان كده راح الفريق. والمشاهد العزيز عليه ايضا ان يكون بهذه العقليه، والعواطف عظيمه طبعا، لكن لازم خط الوسط المهاجم اللي بادوار دفاعيه ايضا جيده. كيمو والكره العرضيه لمين يا كيم؟ الاذيه ان انا اصيبك، وده مش مطلوب ابدا. فير بلاي مطلوب. ترجع تاني بهدوء وبثقه لحارس مرمى رزاق ابالورا. ما لعبش مباراه مالي اللي خسروها 3. شوف اهو راحوا ناحيه الشمال ولا ايه؟ راح في العمق تاني. مش ممكن ايوه بيتحرك من غير كوره يا جماعه. تحركات جميله الكبير مع بيبو طبعا والحاجات دي كلها. دي انطلاقه، فرصه تعادل، يا ولدي يا ولدي يا ولدي. هربت طولت
حتى لو غيروا التيشيرت. انطلاقه كيمو، فرصه كيمو، فرصه كيمو، لا 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 لا، التعادل 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 التعادل. الله 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 الله، هداف اسيا الاول يحرز الهدف الاول. لا 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 لا، هداف يا ولدي، هداف في اسيا وهداف ضد فرق افريقيا ايضا، وليس فقط ضد فرق اسيا. عملها المعز ونجح في الضغط الجميل والاستحواذ والاستخلاص ويسجل هدف التعادل. بص هنا الوقوف على خط واحد، توقيت القرار، توقيت الباص العميق اللي اتعمل، عدى ومر وفات، انطلق وبمرور رائع بعد ذلك شاط. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك من خوخي يا ابو علام. نعم متشفره والله وكانها متشفره على اقدام المعز علي ليسيل الهوا، فبتبان قوي. تاني تاني تاني، طب وبعدين، طب وبعدين، يا سلام يا سعد، يا سلام يا سعد، راحت في المكان اللي هو واقف فيه. تاني على طول بعرض الملعب، طب وبعدين، طب وبعدين، طب وبعدين، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. القائم والعارضه، العارضه تنضم لحزب المعارضه. بارتي قد يصوب، قد يصوب يا ولد. يبدا المنتخب الغاني هجوم من ناحيه اليمين، موقف الواحد على واحد مع عبد الكريم حسن، دخل في العمق يصوب، ولكن مننا ايه؟ ابناء عبيدي بيليه عايزين مننا ايه؟ يعدي تاني على طول اندري ايو وسعد في رقابه مهمه. مين على الايم القريب؟ مين على الايم القريب؟ ادي الايم القريب، هو ده الكلام. خلي بالك خلي بالك يا ولدي، اوفسايد اوفسايد يا سيدي، اوفسايد يا سيدي. الحكم حسب هدف، الحكم حسب هدف، الهدف الثاني لاندري ايو لم يكن متسلل. كان هناك اعتقاد انه متسلل لكن لم يكن هناك تسلل، ليتقدم المنتخب الغاني بثاني اهداف اللقاء. الكل بيبص للحكم المساعد، ما فيش فار، ما فيش خدمة الفار يبدو ذلك، او ده الطبيعي، لكن اوفسايد ولا لا هنشوف. نرجع لايام ما قبل الفار بقى وحسابات ما قبل الفار. ادي الكرة العرضية، خط الظهر هيطلع بالكامل، هيطلع بالكامل، هيطلع بالكامل. عبد الكريم حسن هو اللي مغطي الاوفسايد. هدف صحيح 100% لصالح المنتخب الغاني، يسجل اندري ايو. دي ميزة المحكات، بمدارس مختلفة وستايلات مختلفة وانماط بدنية مختلفة وشخصيات مختلفة، ودي عظمة احتكاك العنابي الحقيقة بكوبا امريكا. ادي انطلاقة تاني، فرصة هدف ثالث ولا ايه؟ هدف ثالث ولا ايه؟ نعم هدف ثالث، نعم هدف ثالث بروعة واداء جميل جميل جميل. جودوين منسى ينجح تماما الفريق الغاني من خلال صامويل اوسو في احراز الهدف الثالث، ولم يكن هناك تسلل، لم يكن هناك تسلل. صامويل اوسو لاعب اللي قلت لحضراتكم بيلعب في السعوديه في نادي الفيحاء السعودي، لعيب عنده 24 سنه، ضرب خط الظهر تماما اهو حضراتكم. بص ناحيه الشمال، نزل عشان ما يبقاش اوفسايد، وعمل سبيد تيرن جميل في توقيت مناسب. ولو طلع عبد الكريم حسن خطوه واحده فقط كان خلاه في الاوفسايد. الولد كمل بشكل جميل واتعمل له باص حلو، نفس الفكره بتاعت هدف منتخب قطر في الشوط الاول، بس الثانيه من العمق ودي من على الخط. اتعملت حلوه قوي الحقيقه اللعبه اللي فاتت، ونجحوا ان هم يسجلوا الهدف الثاني. تحضير عميقه، فرصه الهدف الرابع ولا ايه؟ عايزين يجيبوا الهدف الرابع، خطرين جدا. اشتغل بعرض الملعب الى ضربه المرمى، بل هدف، لا هدف رابع، هدف رابع بسهوله جدا جدا جدا. يسجل الفريق الغاني الهدف الرابع. جوردي ايو واندري ايو وابناء عبيدي بيليه يتالقون ويبدعون. مش محظوظ محمد البكري حارس المرمى الحقيقه. ادي هنا مفيش اوفسايد، عدى بشكل كويس، اشتغل بعرض الملعب فعلا فعلا بهدوء قوي قوي. اندري ايو يسجل الهدف الثاني. شوف تمريره عائليه، الجينات لعبت دور كبير فيها، في الدقه في التوقيت في المكان. شوف بعد كل ده باصص يا جماعه وشايف، يعني بعد كل ده عنده من الهدوء والثقه انه يعملها تشيب وهو باصص ازاي، بعد تمريره محمد يعقوبو وتحرك جوردان ايو بشكل كويس. وكان ذكي الحقيقه اللاعب اندري ايو، واقف على القائم البعيد بدون رقابه ليسجل ثاني اهدافه من بفتره السماح ب اللعب تاني على طول من جديد. ادي العرضيه تاني عاليه فوق، والهدف الخامس، الهدف الخامس. 5 اهداف. لاعب رقم 13 اللي لسه نازل حالا يعقوبيان، لاعب ترابزون سبورت، يسجل 5 الاهداف. اللي بيرفع براحته، واللي بيسجل براحته. لا يجوز
لا يجوز. دخلنا في مرحلة اللا يجوز. اهو بص خط الظهر موجودين لكن ما بنراقبش، ما فيش ضغط كويس. شوف سايبين اسماعيل محمد ما راحش ضغط، ساب الراجل يرفع براحته، واللي بيلعب بدماغه لاعب رقم 13 يعقوبان الحقيقة يسجل الهدف